السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تشوفون حل أسئلة رياضيات اليوم. طبعا أسئلة سهلة. يقول هنا سؤال أول ألف: رتب أعداد من أصغر إلى أكبر. من أصغر إلى أكبر. أعطيك أعداد، أعطيك 24 سالب 15 مخربطة، أعداد مخربطة. أعطيك 14 من صفر سالب 15. تجي الحلة، طبعا هنا الحل أحسن بالأعداد. تكتب سالب 25 أول شي، فارزة سالب 25. كتبت سالب 15 فارزة، صفر فارزة 14 فارزة 24. ليش شيء يقول من أصغر للأكبر؟ هذا أول نقطة. ثانيا يقول لك همين نفس الشيء، منطقة 13 سالب 13 12 سالب 12 8. هم نفس الشيء. تجي عزيزي الطالب تقول أول شيء سالب 13 فارزة، سالب 12 فارزة، عندك 8 وعندك 12 وعندك 13. هذا حل ثالث. أما السؤال ثالثا نعطيك 63 73 36 سالب 37 سالب 31 سالب. تجي نقول سالب 73 فارزة، سالب 63 فارزة، سالب 3 فارزة 21. اوكي، هذا جواب سؤال أول ألف. نجي على سؤال باء أو باء. جدول مجاور، أعطيك جدول مجاور. يمثل نوع الفاكهة المفضلة لدى بعض التلاميذ. ما نسبة عدد التلاميذ الذين يفضلون التفاح على الفراولة؟ عندك منطيك جدول نوع الفاكهة مشمش 7، عدد متى 7، عدد التلاميذ 7، ماوس 8، تفاح 4، وفراولة 9. اوكي، أول نقطة يقول لك ما نسبة عدد التلاميذ الذين يفضلون التفاح على الفراولة. ما نسبة عدد التلاميذ الذين يفضلون التفاح على الفراولة. الحل نسبة التفاح على الفراولة يساوي 4 على 9. الناتج هذا 4 9. اثنين، ما نسبة عدد التلاميذ الذين يفضلون مشمش على عدد كلي. نسبة المئوية يساوي مشمش على عدد كلي. ايش قد مشمش 7، عدد كلي ايش قد 28. تقسيمات يساوي 1 على 4 يساوي 1 في 25 و4 في 25 يطلع 25 على 60. يطلع النتيجة 25%. جد قياسات سينوسات من الشكل التالي. نعطيك شكل، هذا الشكل. جد قياسات من الشكل التالي: الزاوية 58 زاوية، 70 زاوية، سينوسات وعين. نعطيك قاف زاوية سين 58 متبادلة، قاف زاوية صاد 70 متبادلة، قاف زاوية عين
تساوي 70 متبادلة مع قاف صاد.